مكسب جميل جدا، بأداء حلو، أداء ونتيجة ومتعة. تحب تقول إيه؟ اول حاجه انا بحب اقول مدرب الزمالك فهمان ان مفيش حاجه اسمها الجونه زي الاهلي الثلاث نقط، لا كان لازم 2000 ياخد انذار، وهو استفاد ان هو كمل الماتش للاخر وخد انذار من غير ان هو يتدخل في كوره ممكن امين عمر يديله الطرد، لا بيضيع وقت عادي، خد الانذار هيجيب الجونه جاهز للاهلي. 3 بونت ركبوك الجدول تاني. الزمالك ماشي خطوه بخطوه ملوش دعوه بحد. الزمالك في اسماعيليه بيكسب الاسماعيلي، بيكسب في اي حته، بيلعب مع حد بدول، احنا هو ده اللي بيكسب الزمالك. اقول له يا زيزو، اقول له يا بن شرقي، ما يردش. هتعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ بعدين هنعمل معاهم احنا ايه؟ الكيميك وسامحت مش معايا، هعمل له انا ايه؟ تاني ماتش على التوالي كلين شيت واقوى دفاع في الدوري. تحب تقول ايه للمنظومه؟ احب اقول اول حاجه من اول ماتش في الدوري باين ان فيريرا مدرب عنده منظومه دفاعيه متماسكه، حتى الجوان اللي جت فيك لو بصيت هي اخطاء فرديه، الونش جون في نفسه، ماتش دجله الزمالك كله ما جاش، لكن الونش طلع نزل محمد اسماعيل نفس المنظومه، عمر جابر اتصاب نزل صلاح مصدق نفس المنظومه، حتى لو الماتش الجاي حسام عبد المجيد ريح ونزل مصدق جنب اسماعيل هي نفس المنظومه، ومحمد صبحي وان شاء الله الماتش الجاي واللي بعده كلين شيت وفوز للزمالك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي.